مساء الخير. طبعا احنا دينا يومين ما نزلناش فيديوهات، لكن كل ما بنستنى شوية وننزل حاجة مهمة بتبقى مهمة لكل بيت ولكل أسرة. النهاردة هنتكلم عن المدح الزيادة. يعني ايه مدح زيادة؟ يعني ابنك ولا بنتك عمل شيء معين او انجز هدف معين، انت تروح مدحه. في مدح عن مدح يفرق. انت امدحه مفيش مشكلة، بس بلاش المدح الاوفر اللي يخلي الطفل يعتمد على المدح ده على طول بحيث ان هو يرتبط بيه. يعني ايه مدح زايد؟ ان انت تقول له برافو، كويس، حلو خالص، يلا نجيب حاجات، يلا ويلا، وتفضل تديله في حاجات وهدايا وتعزيات مادية. الحاجات دي لا. كل انجاز عليه مديح عليه مدح معين وهدف معين. يعني الامداح الافراط فيه يودي في داهيه ويخلي الطفل يرتبط ارتباط بيه. مش هتعرف بعد كده ان انت تنجز معاه هدف او تخليه ينفذ امر او يسمع كلامك عامه الا لما يسمع المدح ده منك. لا، يبقى انت مثلا اديته حاجه معينه على شيء انه ينجزها، خلاص يبقى المدح على قد الشيء اللي اتعمل. امتى تمدح الامداح الاوفر؟ لما يبقى بعد فتره من الانجازات. يعني مثلا تسقيفة، نجمة، لوحة كده بنعمل عليها مكافآت، بتديله حاجات معنوية، حضن، كلمة كويسة. امتى بقى اديله مدح حلو خالص؟ لما يعدي عليا كام يوم كده هو ممكن اخده واخرجه واجيب له هدية واخليه يلعب. ده يبقى امداح مش اوفر، لا، ده مدح بعد فترة طويلة من الانجازات ان هو حققها وخد هدف وخد منحة او خد مكافأة كويسة على اللي عمله. طيب، المدح الاوفر بيعمل ايه في الطفل؟ بيعلمه الاتكالية، بيعلمه ان هو يبقى مدلل، بيعلمه الاعتمادية، وكل واحدة من دول عايزة شغل تاني كتير وعايزة شرح زيادة. لكن خلي بالك، كل خطوة انت بتمشيها مع ابنك امشيها بحساب. بلاش الوعد الزيادة اللي انت ما تقدرش تحققه. وعدت بشيء حقق على قد الوعد نفسه، لكن ما تخلوش يحلم بحاجات هو يستناها وتكون فوق امكانياتك، لان هو مش هيفكر ساعتها انت امكانياتك ايه، معاك ولا معاكش، هتقدر ولا مش هتقدر، انا دلوقتي ولا بعدين. لا، هو الفارق معاه انك تنفذ الطلب اللي انت وعدته بيه. لما تيجي توعد طفل اوعده بحاجات امكانيات تكون في الواقع وتكون في طائلة ايدك علشان يقدر يتقبل هذا الوضع. بلاش الحاجات الاوفر وبلاش المدح الاوفر وبلاش اي شيء يبقى خارج